أخبار مران النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020. أول مران للنادي الأهلي بعد مباراة الاتحاد ومفاجأة في بداية أجاي التدريبات التأهيلية. قاد كابيلو مدرب الأحمال تدريبات اللاعبين، قاد جانب من التدريبات البدنية مع بداية المران. أدى اللاعبون جانبا من تدريبات الجري حول الملعب وتدريبات متنوعة بالكورة، وذلك مع بداية المران مع فقرات خاصة قادها مدرب الأحمال. وأيضا في نهاية المران خاضوا لاعبو الفريق تدريبات كرة طائرة بالقدم. شارك جميع اللاعبين في فقرة التدريب بالكرة الطائرة تحت إشراف كيفن جونسون المدرب العام. وأدى اللاعبون جانب من التدريبات المتنوعة. وعلى الجانب الآخر جونيور أجاي بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الخاص به في الجيم، ومن المتوقع أن يعود أجاي للنادي الأهلي على شهر فبراير القادم. وسيد عبد الحفيظ أكد على أن محمود كهربا عندما تواجد في المران لم يشارك مع الفريق بل خضع لفحص طبي، وفضل الجهاز الطبي إراحته من مران اليوم على أن يشارك في مران الغد.